في نسخة منك عم تحاول تسترجعها بأي طريقة، عن طريق القهوة، الشاي، النسكافيه، عم تدمن أي نوع من أنواع المنبهات اللي عن طريقها عم تحاول تسترجع الانضباط والثبات. ومع هيك في هشاشة مانك عم تقدر تتخلص منها، عم تلجأ للنوم لما عم يحاصرك التفكير، عم تلجأ للموسيقى لتعدل مزاجك، عم تحاول تهرب من الناس لتشعر بالسكينة. ومع كل ذلك عم يزيد تشتتك وضياعك، لأنه بالحقيقة عم تحاول تهرب من حالك. الشي الوحيد اللي لازم تواجهه لحتى تقدر تواجه العالم هو إنك تواجه حالك، إنك تاخد قرار يطالعك من الضياع اللي عايش فيه. ولازم تعرف أي قرار رح تاخده فيه مكاسب وفيه خسارات، لا يوجد انتصارات دون تضحيات. الله تعالى قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفسك رح تلومك لو شو ما عملت، وما بيخلي هاللوم والتفكير يوقف إلا أنك تتعامل مع الماضي على أنه درس، وعلى المستقبل على أنه غيب، على الحاضر على أنه هبة من الله. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربما لن تنال ما تحب، ولكن ستنال ما هو خير لك.